واحد خالف النص، حصل له حاجة في دماغه، جامع امرأته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض، في كفارة. أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، طبعا بالنص القرآني وبالحديث النبوي، واختلفوا في من فعل ذلك ماذا يجب عليه. الجمهور الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. الإمام أحمد قال يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طبعا رواه أصحاب السنن.